من يجمع بين العلم والأمانة، وألا يشاور من يختاره هواه. وأمرهم شورى، أي لا يبرمون أمرا قبل أن يتشاوروا، وأن يساعد بعضهم بعضا بآرائهم المختلفة وليس الرأي الواحد، كما قال جل ثناؤه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فلنأخذ راحة ثم نعود لدرس الأدب والبلاغة ولسان العرب. سبحان الله يا إمام، إنما المشروط هي مقصدي الذي جئت به إليك. وتعاونوا على البر والتقوى. في مطلبي الذي جئت به إليك بر وتقوى إن شاء الله. تفضل. أردت أن أرسل لأمير المؤمنين تطورات الأمور وأسبابها، وأشرح له ما جرى وما عاد على الناس من نفع حققنا به إرادة الله. إرادة الله، سدد الله خطاك. هلا نرسل لأمير المؤمنين؟ نبحث ونرى ما النفع الذي عاد على الناس ونرسل له. أخشى أنه ليس لدينا وقت لذلك. نحتاج تكليفا من أمير المؤمنين يشد به أزرنا في إدارة البلاد والعباد، ومن أجدر من الإمام الشافعي في شرح هذا بدقة، فهل تكرمت علينا بذلك؟ أنت قلت يا مطلبي: نشرح له النفع الذي عاد على الناس. هل ترضى أن أشرح ما لا أرى؟ أن أشرح ما لم يحدث؟ من نرسل له في رأيك؟ سؤال مهم. أرسل له رجلا من الفسطاط، مرتاح البال، مطمئن النفس، غير خائف، آمنا على نفسه وأهل بيته، يملك قوت يومه. مهمة صعبة. سنفعل ذلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البويطي لا يدع سيف الوقت يقطعه. معذرة، إنه وقت الدرس.